السلام عليكم اصحابي يا حبايبي. حلقة مهمة. هنتكلم على اخطر جاسوس مر في تاريخ البشرية. هنتكلم على جاسوس كان ممكن يبقى رئيس لاكبر دولتين عربيتين، سوريا ومصر. تخيل. عاوز اقول لك ان اسرائيل بقالها حوالي 55 سنة بتحاول تسترد جثته ومش عارفة، لدرجة ان هي عرضت ان هي ممكن تتنازل عن مزارع شبعة كاملة مقابل الجثة بتاعته. عاوز اقول لك كمان ان رئيس وزراء الكيان كان عامل مقابلة صحفية في سنة 2021، وسألته المذيعة سؤال مباشر: احنا ممكن نسترد جثة إيلي كوهين؟ قال لها احنا بقالنا 55 سنة بنحاول وفي مفاوضات. وعنده خبر سعيد ان الموساد عمل عملية نوعية قدر يسترد بيها ساعة إيلي كوهين. تخيل الساعة بس، وفرحانين بدوت على اساس ان هو انجاز. تعال نشوف الحكاية بدأت ازاي. الحكاية بدأت قبل أكتر من 200 سنة، في سنة 1800، لما هاجرت أسرة عبرانية. بقول عبرانية عشان اليوتيوب بيزعل وبيعمل لي بلوكات وحاجات. المهم ما علينا. في سنة 1800 هاجرت أسرة عبرانية متدينة جدا لسوريا. هاجرت منين؟ هاجرت من الأرجنتين، وبدأوا يستقروا في سوريا، وفضلوا فيها ما يقرب من 100 سنة. بعد كده نص العيلة فضل في سوريا، والنص التاني توجه إلى مصر. استمر في مصر سنين طويلة، ومع الوقت في سنة 1940 بدأت المنظمات العبرانية تنشط، وعملوا مكتب في اسكندرية. بدأ يضم الشباب العبراني، وبدأ يدربوهم على السلاح واستخدام المتفجرات والخطط وإرسال المعلومات. وبدأوا يقوموا بأعمال تفجيرية، يفجروا سفارات ويقتلوا سفراء ودبلوماسيين ورجال أعمال، ويفجروا سينمات ويقتلوا في ناس، علشان يحاولوا يزعزعوا الحكم المصري اللي كان موجود في الوقت دوت بعد الملك فاروق. في قاعدة في عالم المخابرات بتقول لك لما تكون في حاجة كاملة لازم تشك، لازم تشك بكل الأحوال. النسيج الوطني في مصر في الوقت دوت كان مكون من مسلمين ومسيحيين ويهود. كل الأحداث اللي حصلت ما كانش فيها ولا واحد يهودي قريب من التفجيرات أو حوادث القتل. ده خلى رجال المخابرات يشكوا، بس ما كانش عندهم أي دليل، لحد ما حصلت الغلطة اللي مستنيينها. في سنة 1954 كان في ولد عبراني بيحاول يفجر سينما، بس النار اشتعلت فيه، وأول ما قبضوا عليه اعترف بكل شيء، وبدأ يتم القبض على أفراد المكتب العبراني دوت. وكان من بينهم إيلي كوهين، اللي كان أساسا في الوقت دوت في كلية الهندسة، جامعة الملك فاروق، اللي هي جامعة القاهرة حاليا، بس كانت وقتها كان اسمها جامعة الملك فاروق، كان لسه ما اتغيرش الاسم. لكن افرجوا عليه لانه ما كانش عنده ما فيش اي دليل. هاجر بعدها على اسرائيل او الكيان في المحتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الموساد رفضوا رفضا تام، لانه خلاص بيه كارت محروق وبيه معروف لدى المخابرات المصريه بصفه عامه. الوضع في الكيان في الوقت دوت كان صعب جدا. حرب مع مصر، حرب في لبنان، حرب من جهة الأردن. لكن أخطر جبهة كانت مؤرقاهم جبهة الجولان في سوريا. ليه؟ لأن الجولان عالية جدا، ومن خلالها كان ممكن يتم قصف وضرب أي مكان في الكيان المحتل. حاولوا يجندوا ناس كتيرة لكن ما عرفوش. حاولوا يدفعوا فلوس ويعملوا كل خطط، لكن كل خططهم فشلت. اجتمع مخابرات اجتمع القادة في الموساد وقرروا ان هم يحطوا خطة، يرسلوا ولد عبراني ويدمجوه داخل المجتمع السوري. يعني حاجة كده أقرب لرأفت الهجان شوية. حاولوا يعملوا قايمة، وكان في آخر القايمة دي إيلي كوهين، لأنه كان يعتبر مكشوف للمخابرات المصرية. حاولوا بكل الطرق ان هم يجربوا في كل الاتجاهات، لكن فشلوا، وما كانش فيه قدامهم غير إيلي كوهين. وكانوا متوقعين نسبة فشلوا بنسبة أكتر من 95%. في الآخر استقر الأمر عليه. بدأ يدربوه تدريب مستمر لمدة سنتين كاملين.
أول حاجة اللهجة السورية، تاني حاجة يعرف الأقسام والأماكن في حلب وسوريا، لدرجة إن هو مع الوقت بيجي يقدر يمشي في سوريا وحلب من غير ما يسأل أي حد، رغم إن هو ما عداش ودخلش الأماكن دي كلها، لكن من خلال الخريطة. بدأوا يدربوه على استعمال السلاح واستعمال المتفجرات، الإرسال والاستقبال وشفرة مورس، وأجهزة حديثة جدا بدأ يدربوه عليها، زائد الحبر السري وإزاي يبعت الرسائل والبرقيات وإزاي يستقبلها. سنتين كاملين وهم بيدربوه، لحد ما جت اللحظة المناسبة. استدعاه الضابط المسؤول عنه وقال له أنت جاهز؟ قال له أيوه. قال له أنا عندي ليك مجموعة من الاختبارات. بدأ يختبره ونجح في كل الاختبارات، لدرجة إن هو سأله الساعة اللي كانت موجودة بره وأنت داخل على المكتب كانت مظبوطة ولا لأ؟ كانت الساعة كام؟ طب لما أنا بسلم عليك دلوقتي رد فعلك كان إيه؟ حسيت إيه اللي هيحصل؟ مجموعة كبيرة جدا من الاختبارات. في الآخر قال له أنت هتسافر على سويسرا، وفي سويسرا هتجيلك كل المعلومات. هو سأل؟ ما سألش، لأنه عارف حتى لو سأل محدش هيجاوبه، لسبب بسيط، إن في قاعدة في عالم المخابرات بتقول لك المعلومة على قدر الحاجة. سافر على سويسرا، ومن سويسرا عطوله جواز سفر عربي سوري تحت اسم أمين ثابت، وقال له الضابط المسؤول عنه انت هتاخد الوثيقة ديت وتطلع على الأرجنتين بتثبت ان في ليك عم سوري مات، وهتستلم الورث بتاعه. كان عبارة عن مبالغ وأراضي وفلوس وحاجات كتيرة جدا. توجه هيلي كوهين على الأرجنتين وبدأ يتعلم اللغة الأسبانية وبدأ يحتك بالسوريين، وكان كريم جدا مع الناس، لدرجة أنه وصل سفير في سوريا وبقي صديق شخصي ليه. ومع الوقت قدر يبقى رئيس الجالية السورية في الأرجنتين. وبدأت الناس تدعيه تقول له ليه ما تروحش سوريا وتعمل مشاريع، الناس مستنياك، الناس محتاجينك، الوطن محتاجك. بعد برقية للضابط المسؤول عنه، والضابط قال له ان احنا موافقين ان انت توجه لسوريا. فعلا توجه لسوريا وبدأ يكون علاقات، وبدأ كان كريم جدا مع الناس وبيدفع بسخاء، لدرجة ان كان باستمرار يقدم ولاعات ذهب هدية للناس. بدأ يشتغل في تجارة الأساس. وليه تجارة الأساس لأوروبا؟ عشان يقدر يبعت المعلومات ويستقبلها ويبعت الصور داخل الحاجات ديت أساسا اللي هو بيرسلها. بدأت يبقى ليه علاقات مع السفراء، مع الوزراء، مع الضباط، مع المهندسين، مع الجيران، مع رجال الأعمال، مع كل شيء. ومع الوقت قدر يتعرف على ضابط صغير اسمه ضياء الدين. الضابط ده كان مهم جدا في حياته. ليه؟ لأن الضابط دوت رغم ان هو كان صغير لكن عمه كان رئيس الأركان، ومن خلال سلطة رئيس الأركان بيدخل أي مكان. مع الوقت بدأ يجيب له معلومات، لأنه قدر يجنده من خلال الفلوس الكتيرة جدا. بدأ يدخل المقرات ويبعت للموساد على أماكن تمركز القوات السورية، ومش بس كده، لا كمان المصرية، لأن المعلومات كانت بتيجي لرئيس الأركان وابن أخوه كان بياخدها وكان بيديها لأمين ثابت. أكتر من كده إنه بدأ يصور الدبابات الروسية اللي كانت موجودة بكل الاتجاهات. أقدر أقول لك ان في مذبحه حصلت بيفتخروا بيها الصهاينه لحد دلوقتي، ان هم قدروا يدمروا 300 دبابه سوريه في يومين من خلال 300 صاروخ بس، لانه كان بيصور الدبابه وكانوا يقولوا له صورها من الناحيه دي ومن الزاويه دي ومن جوه، وايه نقط ضعفها وايه نقط قوتها. ومع الوقت بدأ يدخل على القوات الجوية ومناطق تمركزهم والطيران، وايه الطيران اللي جاي من الاتحاد السوفيتي وايه الطيران اللي جاي من الأماكن التانية ونقط قوتها ونقط ضعفها. كل المعلومات، كل ما تستطيع أن تتخيله، حتى الأجازات بتاع الضباط والعساكر وأعدادهم كان بيبعتها لهم، كل المعلومات، كل ما تتصور. لدرجة إن الأعور مشي ديان رئيس الدفاع، وزير الدفاع، قال احنا ما كناش ممكن نحتل الجولان ولا نحتل اجزاء كبيره جدا من سيناء من غير المعلومات اللي اعطاها لنا إيلي كوهين. استمر على الحال دوت سنين طويله، لدرجه ان هو انضم لحزب البعث وبقي مذهول كبير جدا فيه. وبدأ صديق ليه اسمه امين حافظ يحاول يعمل انقلاب، دعموا إيلي كوهين بكل الفلوس، ونجح الانقلاب وبيجي صديق شخصي للرئيس اللي كان بياخد منه المعلومات ويديها له على مدار، يديها للموساد على مدار سنين طويلة جدا. اللي حصل بعد كده حاجتين لأجل سوء حظه. عاوز اقول لك ان امين ثابت رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، كان عاوز يعينه نائب ليه، وخد قرار ان هو يعينه رئيس للوزراء
قبلها قبل ما يعينوا نائب ليه. طبعا لو كان مات كان هيبقى هو رئيس. ولازم تعرف ان بعد كده حصلت الوحده بين مصر وسوريا، كان ممكن يبقى رئيس مصر وسوريا كمان. لكن حظه العاسر لما ترجع بالزمن، رأفت الهجان او علي سليمان الهجان زي ما شفتوه في المسلسل، شاف ليفي كوهين مرة من المرات، ولما شاف صورته في أحد الجرايد قال لضابط المخابرات أنا شفت الشخص دوت في أحداث التفجيرات اللي حصلت في مصر، وبدأ يشرح له. ضابط المخابرات أرسل المعلومة لضباط المخابرات في سوريا، لكن ضباط المخابرات أول حاجة ما صدقوش. تاني حاجة لما حصل دوت كان إيلي كوهين وقتها في بداية العشرينات، لكن في الوقت دوت كان هو داخل على نهاية الأربعينات، فكان الشكل اتغير وحاجات كتيرة. دي كانت أول ثغرة بدأت توجه أنظار ضباط المخابرات السورية إليه. لكن الحدث الأهم إن السفارة الهندية بعتت برقية بتقول إن في حي اسمه حي الرمانة بتطلع منه إشارات أو ذبذبات شفرة موريس، والحي ده كان راقي جدا. بدأت أجهزة المخابرات تسعى، ما وصلش لأي حاجة. ولما اتصلوا بالخبراء السوفيت بعتوا لهم جهاز وخمس ضباط روس بحيث يفضلوا يلفوا في المكان دوت ويحاولوا يلقطوا أي إشارة. وبعد 7 أيام من البحث طلعت الإشارة من منزل إيلي كوهين وتم القبض عليه. اتخض كل ضباط المخابرات في الوقت دوت لانه كان مخترق المجتمع كله، وزراء وسفراء وصحفيين، وحتى بيت رئيس الاركان بيدخلوا، بيت رئيس الجمهوريه بيدخلوا. خلاص هيبقى نائب لرئيس الجمهوريه، خلاص على بعد 3 ايام بس يتعين رئيس الوزراء. عشان كده الرئيس امين حافظ امر بشنجه بسرعه بعد محاكمه سوريه، واستمر تعليق جثته في الميدان اكتر من 9 ساعات. ولحد دلوقتي الكيان الصهيوني بيحاول يسترجع جثة الكلب دوت اللي دمر كتير من بلادنا العربية. الجولان ضاعت بسببه، أجزاء كبيرة من سيناء ضاعت بسببه، الدبابات اللي كان بيبعتها الاتحاد السوفيتي لمصر والسوريا اتدمرت بسببه، الطيران الجوي اللي اتضرب في 67 على كل الأراضي الأماكن في مصر برضو كان بسببه. حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله. بالله عليكم ما تنساش تعمل لايك للقناة. أنا عارف إن الطبيعة العربية ما بتحبش إن هي تساعد أي حد، بس يا أخي أنت مش هتخسر أي حاجة. السلام عليكم.